مصطفى شلبي مصمم اللي كل ماتش نطلع نتكلم عليه، اللي كل ماتش نطلع نقول بقى احسن من اللي قبله، بقى كل ماتش اجمد من الاول. ايه ده الجون الفاجر ده اللي انت جبته ده؟ كلمني زي ما بكلمك كده. ايه الجون الفاجر ده؟ واقسم بالله يا جدعان انا قعدت اتعلم الار 2 دي بعد كتير قوي في البلاي ستيشن، تيجي كده في الواقع دي فشخت الواقع. جون حلو 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 جدا 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 جدا، بغض النظر عن الاداء الميت قوي اللي احنا ما كناش مستنينه. بقالنا كتير قاعدين ومستنيين بقى الزمالك، ووحشنا الزمالك، وقاعد بقى وجايب لب وقاعد مستني الماتش بقى. احنا بقالنا سنين، ما بقالنا كتير قوي ما بنلعبش، داخلين في 10 ايام تقريبا ما بلعبش. فخلاص بقى نازل مرتاح. في خطة، في تشكيلة، في لعبة، في 1 2، في بقى شغل مدرب بقى عايز اشوفه. للاسف ما شفتش حاجة يعني غير اللي احنا ماسكين الكرة. يعني اغلب 90 دقيقة في الماتش انت ماسك الكرة مثلا 80%، بس ما مش اكتف على الجون. يعني مش حاسس ان انا مش بروح على الجون كتير. هو 3 كور تقريبا احنا رمضان ب3 اجوان، بغض النظر عن الجونين اللي ما اتحسبوش. اداء هيجي احسن منه. محتاجين ندعم شويه اماكن في الملعب، وخصوصا الدفاع. الونش يا جدعان لما بيغيب احنا بنتعب جامد جامد جامد، دفاعنا بيبقى عره. عبد الغني والزناري مش هما دول دفاع الزمالك. يعني ما ينفعش يبقى هما الاتنين دول دفاع الزمالك. اللي انا مستني بقى السنه الجايه اخد افريقيا، بقى نفسي اخد افريقيا والدوري وكاس، وهبقى بنافس وعندي البطوله العربيه اللي داخل عليها. محدش بيفكر في مدافع. الناس كلها بتتكلم في مهاجم، في بن شرقي، في معرفش ايه. لكن احنا عندنا كارثه في الدفاع، احنا عندنا فعلا مشكله كبيره في دفاعنا. لازم تتحل، ولازم صبحي يعقل. يعني انت صبحي هتبتدي تتغر. يعني انت صغير حلو، جون حلو جدا. وقريب قوي هتبقى جوه منتخب مصر عادي جدا جدا جدا، مفيش ادنى مشكله من الموضوع دوت. بس الثقه الزياده الاوفر دي مش حلوه، مش حلوه خالص. لان الثقه الزياده دي كانت هتضيعنا النهارده. الماتش كانت متكهرب اصلا لحد ما جبنا التالت. فكانت ثقتك الزياده دي كانت هتزعلك قوي، لان كلنا كنا هنيجي عليك. يعني لو كان حصل اي حاجه بعد الشر في الماتش ده بسبب الجون ده يا صبحي، اقسم كنت في طلوعك كنت هتنزل. لان ده مش وقت نزول، مش وقت حد يفكر في الهري ده خالص، قد ما بنفكر في الفريق. اللي انت بحركه يعني مايصه تضيع الفرقه، محدش كان هيسكت. فبالله عليك اهدى واتقي ربنا كده وركز وفكك من الكلام ده. ولان انت كررتها تاني، يعني اصلا بعد الكوره كانت هتقع، كنت هتتكرر تاني وكان هيبقى شكلنا خرا، وانت كان هيبقى قبلينا. فحصل خير والف مبروك. الزمالك يتأهل لربع النهائي ويقابل المقاولين ان شاء الله. ويا مسهل، يا مسهل. محتاجين مدافع، محتاجين مدافع قوي.